اعلم رحمك الله أن القلوب لا تسكن إلا إلى من خلقها، ولا تطمئن إلا بذكر من بيده مقاديرها. فمن ركن إلى الله سبحانه وتعالى استراح، ومن ألقى حمله عند بابه أمن، ومن فوض أمره إليه نجا وسلم. هذه رسالة إلى كل صاحب قلب متعب. كم تعلقت بالبشر فخذلوك، وكم أملت في الأسباب فقطعت بك، وكم طرقت أبوابا فأغلقت دونك. فلما لا تطرق بابا لا يغلق؟ ولما لا تركن إلى رب لا يخون ولا يغفل ولا يعجز؟ إن الركون إلى الله سبحانه وتعالى ليس كلمات تقال، بل هو سكون القلب عند اضطراب الدنيا، وثقة النفس عند تكاثر الأسباب، ويقين ثابت أن ما قدره الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يقدره لم يكن. وأن تعمل وتأخذ بالأسباب، ثم تعلم أن القوة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن النتائج ليست في قبضة أحد سواه عز وجل. ألا ترى أن من عرف الله سبحانه وتعالى اطمأن، فلا يقلقه تأخر رزق، ولا يربكه تقلب أحوال، ولا يزعزعه كثرة الأعداء، لأنه يعلم أن له ربا يقول للشيء كن فيكون. فمن كان الله سبحانه وتعالى معه فممن يخاف؟ ممن يخاف؟ ومن كان الله سبحانه وتعالى حافظه فما الذي يضره؟ والأمان الحقيقي يا عبد الله ليس في جدران تبنى، ولا في أموال تجمع، ولا في ناس يحيطون بك، فكل ذلك يزول، كل ذلك يزول. إنما الأمان الحقيقي أن تكون في جوار الله، تحت كنفه، في حماه، أن تنام وقلبك مسلم له سبحانه وتعالى، تستيقظ وأنت راض بقضائه، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا ضاقت بك الأرض فافتح لقلبك سماء الدعاء، افتح لقلبك سماء الدعاء. وإذا أرهقتك الهموم فضعها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقل بقلب صادق حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عندها سترى كيف ينقلب القلق سكينة، وينقلب الخوف أمانا، وينقلب الضيق فرجا. فاركن إلى الله سبحانه وتعالى، اركن إلى الله، وكون من عرف قدر ربه